بكم يا شباب في قناة كورة 90. النهاردة طبعا هنتكلم عن الماتش بتاع الهلال والسيتي. ماتش الصراحة لا يوصف، ماتش غير طبيعي جدا. الماتش اللي هو اللعب التيكي تاكا ويوصل للجون و- يعني مش عارف أقول إيه، بس لما اتفرجت على الماتش كان صدمة غريبة، يعني صدمة عجيبة شوية، بس كان ماتش حلو. اتفرجت الصراحة عليه، ماتش جميل جدا. آه، مش هقدر أقول أكتر من كده، بس الماتش اللي هو يلعب ازاي، اللي هو بيلعب ان هو انا بلعب على مكسب وعايز اكسب وعندي عشان اللي هو انا فريق عربي وفريق قوي، يعني انا مسمي نفسي فريق قوي. الاهلي لما اتفرجت عليه هو ماتش كان حلو، ماتش بتاع بورتو، لعبوا كويس، كام كورة طلعوا بيها وضيعوها الصراحة، بس يعني الماتش كان جميل برضه، مش ماتش وحش. بس ان ياسين بونو الحارس المرمى بتاع الهلال اللي عمله رهيب، رهيب جدا. ماتش يعني أنا أقول لك، ياسين بونو الحارس اللي كان عمله ده، حارس مرمى بتاع الهلال، عمل كورة، يعني صديات غريبة. وأنا بقول أهو، أنا واحد مصري وبقول للدول العربية كلها ياسين بونو يستحق إن ياخد أفضل حارس في كأس العالم. هتقول لي ليه؟ طب ما الشناوي يصدي أحسن. هقول لك الشناوي حلو، الشناوي مش وحش، بس في تصديات تفرق عن التصديات اللي هو عملها. يعني إن ياسين بونو يرمي نفسه وي- ويقطع نفسه وينط وبإيده العكسية ويصدها، بإيده العكسية اللي هو أنا أصلا إيدي العكس، المفروض أنا إيدي أنا مرمي على جنبي، ما مش هعرف أجيبها، مش يعني المفروض أجيبها باليميني مثلا، هو شالها بإيده العكسية. يعني أنت عايز أكتر من كده تاني؟ إن يشيل بإيده العكسية دي حتة صعبة، حتة ما تتوصفش، يعني إن إيده العكسية متجيش، مفيش حارس يقدر يعملها كتير، قليل جدا إن حراس المرمى تعمل الحاجات دي، قليل جدا فعلا، فعلا 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 قليل جدا. بس اللي أنا بتكلم فيه إن ياسين بونو عمل كورة حلوة وكورة جميلة. أنا لما شفت الماتش، كورة كان جميلة جدا الصراحة، وكورة مش وحشة، بس إن يشيل ويصد كتير، وإن اللعيبة لعبت صح، اللعيبة لعبت فعلا لعب رجالة. ده أنا هسمي نفسي أفضل فريق في كأس العالم. هو الأهلي برضه لعب حلو، أنا ما بتكلمش في كده، أنا بتكلم أنا واحد بشجع الفريق العربي. هتقول لي طب ما ليه؟ ما أنت تشجع أي فريق أنت عايزه، أنت مثلا ما أنت أكيد هتشجع ريال مدريد. أنا هشجع ريال مدريد، أقصد يوفنتوس وكده. بس أنا بتكلم إن الهلال فريق عربي أنا هشجعه، لازما أي واحد عربي لازما يشجع أي فريق عربي، لازما حتى لو الفريق ده واقع. أنت مثلا فريقك المفضل خرج من كأس العالم، شجع الفريق التاني العربي، خرج وفي فريق تالت، شجعه، مش وحش، شجع، على الأقل أنت عربي، يعني تشجع فريق عربي، أنت بتتكلم في إيه؟ بس اللي أنا بتكلم فيه إن نادي الهلال يمسك اليوفنتوس يبهدله بالشكل ده غير طبيعي، والله أنا بقولها أهو، والله كمان مرة فريق، يبقى كده فريق غير طبيعي يمسك السيتي، السيتي اللي كان مقطع الدنيا في الدوري، ومقطع الدنيا في دوري أعتقد دوري أبطال أوروبا برضه، تمام، يمسك السيتي يبهدله ويهزقه بالشكل ده، حاجة تصدم. أنا بقولها أهو، حاجة تصدم. أنا ما كنتش أتوقع إن الهلال يمسك الفريق يقطعه، يمسكه ويبهدله. حتى الحاجة اللي ما تتوقعش أكتر، ما تتوقعش إن فريق اسمه فيومينوس حاجة زي كده يمسك الإنتر يبهدله بهدلة غير طبيعية. أنا اتفرجت على الماتش، أنا كنت عقلي ده كان هيطير. مسك برضه الإنتر يبهدله بهدلة حاجة ما محدش يتوقعها. يعني أنا أكيد كان
نص شعب مصر اكيد كان متفرج على الماتش، ويجي يقول لك انا متوقع ان الانتر هيكسب، وكلنا كنا متوقعين ان الانتر هيكسب. الانتر معاه كميه لعيبه، يعني من نص الملعب يجيب جول. هي مش محتاجه، هيشوط شوطه من نص الملعب مثلا تيجي جول. اصلا فريق ضعيف يعتبر، مش فريق قوي، بس مسك الانتر بهدله وفي الاخر خرجه. يعني السيتي يخرج، الانتر يخرج، يعني مش عارف اقول ايه. يعني ناقص الريال هيلاعب اليوفنتوس النهارده، ممكن يخرجه. وممكن الحاجه ما تتوقعهاش اكتر، ان ممكن الريال يخرج، يعني تبقى صدمه العمر. حاجه محدش يتوقعها، ولا حد اصلا تيجي في خياله ان 3 فرق اقوياء كده بالشكل ده يخرجوا. محدش يتوقعه النهائي. لو اصلا الريال خرج لا قدر الله، يعني تبقى صدمه العمر، صدمه العمر، عمر فعلا. محدش يتوقع ان الريال ممكن مثلا لو خسر من اليوفنتوس وخرج، محدش هيتوقعها دي كمان. وانا بقول، انا بقولها اهو وعلني. الهلال هيلعب في يومين ونص المفروض. اكيد الهلال هيلعب بشكل غير طبيعي، شكل رهيب وشكل قوي جدا، ده مؤكد يعني. بس ان نادي الهلال، لما اتفرجت على ماتش نادي الهلال مسك اليوفنتوس، السيتي مسكه بهدله. لا ده مش شكل عادي ده. المدرب كان مصحصح للسيتي، مسك السيتي وقطعها. انا كده كده، ما انا ممكن هخرج، بس هعمل ماتش يقولوا عليا انا بطل، يقولوا عليا انا كده مقطع الملاعب. المشجعين بتوع الهلال كانوا هيتجنوا. الهلال يجي في اخر دقيقة يا جدع، في اخر دقيقة، تمام، في اخر دقيقة يعتبر، ويحط الجول، يحط جول ويبقى بص، يعني حاجة تجنن. حتى ده فيه مش عارف مين اللاعب اسمه ايه، انا نسيت اسمه والله. صورته برضه هتظهر وهو بيحاول على قد ما يقدر ان هيجيبها، يدخلها جوه الجون، هيدخلها. يعني برضه كان ممكن ما تدخلش اصلا معاه، يعني كان ممكن ما تدخلش، بس هي يعني حاجة تجنن، حاجة والله تجنن. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك طبعا. هتقولوا لي طب انت اتأخرت ليه في الفيديوهات والكلام ده؟ طبعا انا في تالتة ثانوي، فامتحانات وبتاع، وعلى قد ما اقدر بحاول انزل لكم فيديوهات كل شويه. بحاول يعني على قد ما اقدر، بس ان شاء الله خير. ومتنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس واللايك. مع السلامه.